قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابب أقول لكم صلي على النبي. وفيديو النهاردة هيكون الحلقة التاسعة من حكاية يو، ويلا بينا على الحكاية. وبنستكمل مطرح ما وقفنا لما كان صاحبنا وصو بينطوا من المبنى العالي ده عشان ينزلوا الرينا، وهي كانت بتقاتل وحوش كتيرة جدا في المكان، وسو كانت بتعاطوا بتصوت حرفيا لأن هي أصلا لو وقعوا من المكان العالي ده فهم هيتقضوا عليهم ويتفتفتوا حرفيا. وبنشوف وحوش كتيرة جدا متوجهة ناحية رينا، لكن رينا يفعل عليهم واحدة من مهارته وبعت عليهم أصدقاء بسرعة كبيرة جدا، وهم الاتنين حرفيا بيتخرموا وبيتقضوا عليهم وبينزلوا على الأرض. وصديقي بيكونوا واقفة بكل فخامة، ودي كلها أصلا بيكون من صباعها الاتنين. وبنشوف وحش تاني بينقض عليها من وراها لكن هي ما بتكونش شايفاه، ويا صديقي باين على كده إن هو قتل. ولكن صديقي في لمح البصر الأرنب بتاعها بيجوا بيرزعوا على الأرض حرفيا وبيدمروا حرفيا، وبيكون الأرض من تحت مدمرة حرفيا من قوة الضرب. وبنشوف وحوش كتيرة جدا في المكان وبيكون محاوطهم من كل مكان، وبيكون صديقي واقفين في مازق. ورينا بتكون واقفة مصدومة جدا صديقي من الكمية دي كلها، بتقول أنا لو بالفعل دخلت المباراة دي لوحدي فأنا هيكد عليا أنا والأرنب بتاعي ده. هما بالفعل كمية كبيرة جدا، وبنشوفهم مصديقي بيكون الحالة محاوطة عليهم من كل مكان، وبيكون شكلهم مرعب بالفعل وشكلهم كده ان هم يقضوا عليها بالفعل. ويا صديقي بتكون واقفة ومصدومة لأن بتشوف صاحبنا وسو بيكون نازلين من المبنى العالي ده، وصاحبنا بيزعل لسو بيقول لها سو يلا دلوقتي فعل المهارة بتاعتك بسرعة ليه ما هموت. وهي بالفعل تبدأ تفعل مهارتها وبتقول له ماشي أنا بالفعل بفعلها. وبتكون المهارة دي يا صديقي اسمها الاسترفاع، وبالفعل بيكون خلصت وصاحبنا بيكون نازل وبيكون قلقان بعد الشيء، وبيقول في نفسه القدرة اللي أنا كنت مفعلها قبل ما نط من المبنى العالي دي اللي هي بتبطئ سرعتي. هي بالفعل قوية بس هي مش هتقدر بشكل كبير ان هي تبطئ سرعتي لدرجة ان انا انزل وما يحصلش اي حاجة موصوفة، عشان كده الامن ان انا اعمل مهارة نار اخر. وبالفعل صديقي بيبدأ يفعل مهارة على ايديه، وبيكون صديقي منزلها ناحية الارض، وبالفعل بينزلها على الارض، وبتكون المهارة دي اسمها قنبلة الرياح، وبالفعل بتنزل على الارض وهما الاتنين بيتصدموا فيها وبينزلوا على الارض، وبكون عاملة انفجار قوي جدا في المكان صديقي. وبالفعل بينزلوا على الارض وبكون حصل لهم اي حاجة. بالفعل الخطة بتاعت ساعتنا دي كانت ناجحة 100%، وسو بتكون فرحانة جدا لان هي نزلت وما يحصلهاش اي حاجه هي وصحتنا، وبيكون فرحانه وبتقول احنا نجحنا يا يو احنا بالفعل نجحنا، انت بالفعل خطتك مثاليه وانا كنت واثق فيك من الاول. وصاحبنا بيبص قدامه على كميه الوحوش دي كلها وبيقول في نفسه انا لازم دلوقتي افعل كل مهارتي واعمل اللي عليا واقتل الوحوش دي كلها قبل ما يسيب اي حد من اللي معايا باي ضرر، عشان لو بالفعل اي حد من اللي معايا اتاذى فانا مش هسامح بنفسي في اي حاجه. انا بالفعل دلوقتي واقدر ان انا اقتل الوحوش دي كلها، وما ينفعش دلوقتي ان انا اخلي اي حد من اللي معايا دول يتصاب باي ضرر، ولازم دلوقتي افعل لهم المهاره وابعتها لهم اللي انا كنت قتلت بقى الكوكوتريس اللي متحول انه بديك في الزنزانه الاخيره. هو بالفعل كان قوي بس انا قضيت عليه بالفعل بالمهاره دي، وبالفعل دي يبدا يفعلها وبيخلصها وبيوديها له، وبيكون المهاره دي اسمها قطع الرياح، وبالفعل بيوديها له مصديق ومش واحده بس ده كذا واحده صديقي في نفس الوقت، وبكون اللي انا محاطه من كل مكان، وبالفعل بتواجه نهايته مصديقي بسرعه كبيره جدا، والوحوش دي كلها بتكون واقفه وعماله تجور على صاحبنا، لكن صديقي بيتكتموا خالص لما الهجمه دي بتسيبهم، وبالفعل صديقي بتروح ناحيته وبتسيبه بضرر كبير جدا وبتعمل انفجار قوي جدا في المكان وبتدمر المكان حرفيا اللي هي راحت ناحيته، بتعمل زلزال كبير جدا في المكان حرفيا، وبيكونوا كلهم واقفين ومستغربين جدا من القوه دي كلها. ولكن صاحبنا بيفقد توازنه وبيكون هيقع على الارض لكن بيسند بالسيف بتاعه، وبيكون تعبان جدا صديقه مرهق جدا لانه هو فقد طاقه كبيره جدا منه، وكمان الوحش العملاق المتحول جه وضربه ضربه كبيره جدا هي دي بقى اللي همدته وطلعت منه طاقه كبيره جدا، فعشان كده هو مش بكامل قوته دلوقتي. فعشان كده بشكل كبير لو ما حدش جه من بره وانقذهم فهم ممكن يتقضى عليهم من قبل الوحوش دي كلهم لان هم عدد كبير جدا. ورينا اول ما بتشوف صاحبنا في الحاله دي بتجري عليه جري وبيكون خايفه عليه جدا، وبتقول انا دلوقتي بعت للنقابه اللي بره عشان يجوا دلوقتي وينقذونا بالفعل. انت بالفعل يا يو ما ينفعش انك تقاتل دلوقتي خالص لان فقدت جزء كبير جدا من قوتك، فما ينفعش انت تقاتل تاني او بقى دلوقتي واستريح. هما دلوقتي على وشك ان هم يجي فمالكش دعوه تاني بالقتال، لكن صاحبنا بيقف تاني وبيقول لها لا ما تخافيش انا بالفعل كويس وما فينيش اي حاجه وما فقدتش اي حاجه من قوتي، لا انا بالفعل دلوقتي بكامل قوتي وانا دلوقتي هقاتل معاك لحد اخر نفس فيا. وهي بتقول له ماشي يا عم انا هحاول اصدقك بس انت برضو بتكذب عليا صح ولا لا، او ساعتنا بيقول لها انا بكذب عليك بس انا ما ينفعش اقعد دلوقتي واسيبك لوحدي. وبنشوف سوق الانرا بالالف بتاع رينا بيكونوا واقفين ورا بعض، وبيكون رينا مستغربه جدا وعماله بتزعل صاحبنا وبتقول له ده الوحوش اللي انت بعت لهم الهجمه القويه بتاعتك الاخيره دول ما قضيتش عليهم بالفعل، هم دلوقتي جم بعدد كبير جدا عن الاول، وهم دلوقتي بالفعل هيقضوا علينا وشكلهم كده ان هو بقى اقوى اكتر من الاول كمان. انا بالفعل مستغربه جدا من الوحوش دي كلها، وصاحبنا برضه بيكون واقف مستغرب جدا وبيقول في نفسه لا الموضوع ده مش زي ما انا كنت حاسبه، لا ده بالفعل في حاجه في الزنزانه دي، والكت المتوحش العملاق اللي رينا قتلته من شويه هو لا ما ماتش، وهو دلوقتي صح وعمل يستدعي في الكتات المتوحشه بشكل كبير جدا، فعشان كده هما ما بيموتوش، وكل ما بيموت واحد بيجي التاني وكل ما بيموت التاني بيجي التالت وهكذا الى ما لا نهايه، وهما ما بيخلصوش بالفعل. وبس كده انا عرفت الحقيقه. ورينا بتتوجه ناحيه صاحبنا وبتقول له خلاص ده باين
على الزعيم بتاعهم كده هو مات مره والى الابد، وصاحبنا بيقول لها لا ده هو ما ماتش، هو عمال يتجدد اهوت ويستدعي وحوش اكتر من الاول، خلينا دلوقتي اروح واقتله مره والى الابد. وهي بتزعله بتقول له لا ما ينفعش تروح وتقتله، وصاحبنا بيكون شاكك فينا بعض الشيء وبيقول في باله ده باين علينا كده بالفعل ان هي وراها حاجه كبيره جدا، انا بس مش عارفها من بدري، لا انا عارفها من شويه، فعشان كده ما اعرفش حقيقتها كامله، وباين عليها كده بالفعل ان هي لها علاقه بالقط المتوحش العملاق ده. وبيجي كلام مورينيو بيقول لها هم كده فقدوا صوابهم خلاص، وهم دلوقتي بالفعل فقدوا نص قوتهم، واحنا لو اجتمعنا وبقينا ايد واحده فاحنا بالفعل هنقدم عليهم مره والى الابد، خلينا دلوقتي نقضي عليهم. وهي بالفعل يا صديقي ما بتصبرش لحد ما ترد على صاحبنا، بتنطلق يا صديقي بسرعه كبيره جدا ناحيه الوحوش دي، وصاحبنا بيكون واقف مستغرب جدا منها لان هي يا صديقي بتجري بسرعه جنونيه حرفيا، وهي اصلا سرعتها بالشكل ده فهي اسرع من صاحبنا بكتير جدا، وصاحبنا بيكون واقف مستغرب جدا وبيقول ده بالفعل بنتي دي وراها حاجه كبيره جدا وانا لسه مش عارفها وهكتشفها في المستقبل، وباين عليها كده بالفعل ان هي قويه جدا من سرعتها وجسمها وشكلها كده بالفعل ان هي تقضي على الوحوش دي كلها. وصاحبنا بيوجه كلامه لسو بيقول لها سو خليك دلوقتي في جانبي وتشيش من جنبي، وخلينا احنا الاثنين نبقى ايد واحده وما نسيبش دفاعنا خالص، وخلينا نقضي على الوحوش دول. وهي بتقول له ماشي هيو انا بالفعل فهمت دلوقتي. وبنتوجه ناحيه رينا وبنشوف وحشين بيتوجهوا ناحيتها بسرعه كبيره جدا وبيكونوا شكلهم مفترس جدا ومرعب جدا، لكن هي بلمح البصر بتقضي عليهم بسرعتها دي كلها، وبيكون الدم محاول كل مكان وهما بينزلوا على الارض جثث سهمده، وهي بتكون ماشيه وبيكونش همها اي حاجه، وبتتوجه ناحيه الوحش العملاق بتاعهم صديق الزعيم واللي بيكون بقى اضخم من الاول بكتير جدا، وهي بتكون بتحضر له هجمه برضه، لكن بيجي وحش من وراها بيبطل الهجمه بتاعتها دي، بيكون عمال يصرخ عليها وبيكون خلاص هيجدي على رجليها، لكن هي في لمح البصر وبتبعت له سلاش قوي جدا بتقضي على حرفين وبتزعله بتقول له ايها الوحش الغبي ما توقفش طريقه انا بالفعل هقضي عليكم جميعا. بتبدا تتوجه ناحيه الوحش العملاق بالفعل، وبيكون يا صديقي بيهجم عليها بسرعه كبيره جدا بايده ومخالبه لحد دي، وهي بيكون واقفه وبتتفادى الهجوم بالفعل، وبيكون مستغرب جدا وبيطول في نفسها هو بالفعل سرعته كبيره جدا، وباين على كده ان هو استعاد قوته الكامله، وباين عليه كده الهجوم اللي انا اديته له من الاول ما سابوش بقى ضرر، وهو دلوقتي استعاد قوته بالكامل. والوحش ده بيخليهاش تكمل تفكيره وبيوجه ايده ناحيته وبيمسكها صديقه بيكون خلاص هياكلها، وبنشوف ساعتنا بيكون جاي ناحيه الوحش ده بسرعه كبيره جدا وبالفعل بيوصل وبينط نطه فوق كبيره جدا وبيطلع السيف بتاعه وبيقول لرينا انا مش قلت لك انك تفضلي جنبي ولا ايه؟ انت بتسمعش الكلام ليه؟ يعني انت بالفعل دلوقتي كنت هتموت اهو لولا انا بس في المكان، وبيواجه ناحيه الوحش العملاق ده سلاش قوي جدا من السيف بتاعه بيقطعه حرفيا، والايد اللي كانت ماسكه رينا وبيكون الدم محاوط كل مكان، وبيكون الوحش ده صديقي بيصرخ وبيتألم بشكل كبير جدا لان صديقي ايده اتقطعت، وبيكون عمال يصرخ على صاحبنا بيكون لسه ينقض عليه، لكن بيجي الارنب يا صديقي بتاع رينا وبينقض عليه هو رخر وبيكون شكله مرعب جدا وبيكون متضايق منه جدا وبيكون مردم من دماغه في الارض، وسو كمان بتظهر في المكان وبتحضر هجوم قوي جدا للوحش ده، وبالفعل بتحضره وبتخلصه وبتوجه ناحيته بسرعه كبيره جدا، وبيكون الهجوم ده اسمه حرب الرياح، وبالفعل صديقي بتوجه ناحيته بسرعه كبيره جدا وبيكون رايد على الارض، وبالفعل بتخرم حرفيا وبترقد على الارض وبيكون همدان جدا صديقي وبيكونش عارف يقوم تاني، وبساعدنا بتوجه ناحيته بسرعه كبيره جدا عشان يدوله الضربه القاضيه، وبيقول له انا دلوقتي هنهيك وهقطع راسك مره والى الابد ومش هخليك تعيش تاني، لكن رينا صديقي على عكس المتوقع بتقف قدام صاحبنا وبتقف وبتقول له لا خليك دلوقتي واقف مكانك وما ينفعش انك تقتله، وصاحبنا بيوقف نفسه على اخر لحظه وبيكون واقف ومستغرب جدا ومتعصب برضه في نفس الوقت لان هو كان هيديله الضربه النهائيه، وبيقول لها انت بتعملي ايها العين السرينه انت بتعملي حاجه غريبه جدا وانا بالفعل مستغرب منك جدا، وسيبيني دلوقتي عشان اديله الضربه القاضيه قبل ما يتجدد تاني ويزهقنا، سيبيني يلا دلوقتي هو مكشوف لي رقبته خلينا اقضي عليه، وهي بتزعله وبتغضب منه جدا وبتقول له ما ينفعش انك تقتله وانا عايز امسكه حي بالفعل، وساعتها بيغضب منها جدا وبيكون عايز برضه يروح يقتل الوحش ده، وبيقول لها انت بالفعل اتجننتي انت بالفعل فقدت عقلك، وسيبيني دلوقتي راح اقتله وانا لو ما قتلتوش دلوقتي فهو هيجدد تاني وهيعيد ايده اللي انا لسه قاطع عادي بالعافيه، فسيبيني دلوقتي عشان اروح اقتله، وهي بتقول له لا ما ينفعش انك تقتله، وبتبدا تفعل مهاره على ايدها صديقي بتكون بتوجه ناحيه صاحبنا وبتقول له لا ما ينفعش انك تقتله خالص، وصاحبنا بيكون واقف ومستغرب جدا من اللي هي بتعمله ده وبيقول هي بالفعل اتجننت ولا ايه، وبنشوف صديقي الوحش ده بيكون استدعى في يوتي تاني وبيبدا يهجم عليهم، لكن صديقي في لمح البصر بنتلاقيه بدا يتضخم اكتر من الاول بكتير بقى عجل جدا صديقي وبيكون شكله كده ان هو انفجر بيه وبقى دلوقتي بقى شكل القنبله النوويه، ورينا بيكون واقف قدامه عمال اتكلم صاحبنا عشان ما يهجمش عليه ويقتله، وصاحبنا بس بيكون واقف انهم مستغربين جدا من الوحش اللي بيعمله ده، وصاحبنا بيقول في باله هو ايه اللي بيحصل في الوحش ده هو اللي عمال ينتفخ بشكل كبير كده، وسو بتكتشف حاجه وبتكلم صاحبنا بتقول له يا يودا هو دلوقتي عمال يستدعي المزيد من الوحوش فلازم احنا دلوقتي نقضي عليه في لمح البصر قبل ما يستدعي المزيد من الوحوش وما نقدرش نسيطر على الموقف ده، وصاحبنا بيكون واقف وغرقان في تفكيره وبيقول في نفسه هو ايه اللي بيحصل في المكان ده، انا بالفعل قوتي خلصت خالص في الهجمه اللي انا اديتها له الاخيره دي، وانا كنت لسه هديله هجمه قاضيه لكن انا وقفت قدام انا بالفعل مش عارف اعمل ايه، ده بالفعل الوحش
الوحش ده مثير للاهتمام جدا، وانا دلوقتي في مأزق، وانا اول مره اشوف حاجه زي دي بالفعل ومش عارف اتعامل معاها خالص. ولكن تفتكر يا صديقي ان الوحوش ده هتقضي على صحتنا؟ قول معايا يا صديقي. لا والله، بنتلاقي في لمح البصر في شخص جه من المكان قوي جدا يا صديقي، وبيكون حاطط كمام على وشه كده، وبيفعل مهارته بالفعل بوجه نهايه الوحوش دي مهاره، وبيكون اسمها السيطره على الجاذبيه، وبالفعل بيبدا يسيطر على الوحوش اللي في المكان كلهم، وبيرقدهم على الارض جثث هامده، وبيكون باين على الشخص ده بالفعل ان هو قوي جدا يا صديقي، ومش عارفين هو مين الشخص ده لحد دلوقتي. وسو صاحبنا بيكون واقفين ومستغربين جدا، وسو بتقف له كده وبتقول له انت مين يا عم، وايه القوه الكبيره دي كلها، وازاي قضيت على جميع الوحوش اللي في المكان؟ الشخص ده بيكلم صاحبنا بيقول له ايه يا عم انت مش عارفني ولا ايه؟ وصاحبنا بيبدا يكتشف ان المكان اكتر، وبيكون مستغرب جدا يا صديقي، ومصدوم عارفينه، وبيقول انه هو وبنشوف يا صديقي المحارب يونج في المكان اللي كان بيختبر صاحبنا في الفئه الرابعه، ظهر في المكان يا صديقي، ويبدا يواجه كلامه لصاحبنا، بيقول له على الرغم ايوه انك نجحت بالاختبار الترقيه الرابعه، الا انك برضه ما زلت مش قوي الى ابعد الحدود، وما عرفتش تقضي على جميع الوحوش اللي هنا الضعفاء دول. انا بالفعل مستغرب جدا منك ايوه، انت بالفعل مثير للاهتمام جدا. ومش شو بس اللي زير في المكان، لا ده مجموعته بالكامل بيكون جاب معاه، والشخص ده كمان صديقي بيكون فرحان جدا، وشكله كده ان هو قوي جدا بالفعل، وبيكلمه وبيقول لهم بس يا ريت ما تزوجش اكتر من كده، ده هو لسه ما فعلش قوته الكامله باين عليه كده. وبالفعل ان هو باين على الشخص ده ان هو قوي جدا ومثير للاهتمام جدا. وفي واحده في المجموعه بتاعت يون بتبدا تطلع السيف بتاعه، وبتقول له يا يون ما تستهينش بالوحوش اللي هنا، ده بالفعل الوحوش اللي هنا قويه جدا، وفوقهم الزعيم قوي جدا بالفعل. وانا مستغربه جدا من الاشخاص دول ان هم فضلوا واقفين ومتصدين الوحوش اللي في المكان ده كلهم ولسه دلوقتي ما اتقتلوش. وبيكون مجموعه يوم متكونه من 4 اشخاص، ويوم بيوجه لهم كلام وبيقول لهم اقتلوا جميع الوحوش اللي في المكان، وعلى راسهم الزعيم بتاعهم بسرعه، وخلينا نقفل الزنزانه دي مره والى الابد وما تتفتحش تاني. وبنشوف الشخص ده عن بعد بيكون بيراقب الموضوع ده كله فوق واحده من المباني العاليه جدا، وبيكون ماسك البتاع ده وبيشوف صاحبنا والجميع، وبيقول في باله اخيرا انا جيت هنا وشفتهم هم بيقاتلوا بالفعل. وبان على الفريق ده ان هو الفريق الثالث لنقابه النورد، او هم بالفعل النورد دول اقوياء جدا. وبنبدا نتعرف على الشخص ستيكو، بيكون المدير الاتحاد الدولي لحمايه المخلوقات فرع كوريا، وبيكون اسمه ليم. في شخص يظهر في المكان وراه وبيقول له احنا هنعمل ايه دلوقتي يا سيد لين في الموضوع ده؟ والسيد لين بيبدا يوجه كلامه، وبيبدا يقول له احنا مش هنعرف نعمل اي حاجه دلوقتي لان هم استعادوا طاقتهم تاني، وجابوا كمان النقابه الثالثه للنورد هنا في المكان، واحنا بالفعل مش هنعرف نعمل معاهم اي حاجه، فعشان كده احنا هنرجع تاني زي ما جينا. ده بالفعل الموضوع ده مش جاي علينا بخساره، لا ده هو جاي علينا بكسبه كبيره جدا بالفعل، لان انتشرت البلوره السحريه على اخر دقيقه في الوحش ده، فعشان كده هي دلوقتي هينفجر فيهم وهيعمل زي القنبله النوويه دلوقتي، وهو يقضي على معظمهم دلوقتي في دقيقه واحده. وهي بالفعل قوه عظيمه جدا، ومن المستحيل ان اي حد يعرف يوقف القوه دي كلها، واحنا نستمر على خطتنا اللي احنا بدأناها من الاول خالص. فعشان كده احنا نتراجع دلوقتي حسب الخطه والقوانين اللي احنا حاطيناها، وما ينفعش احنا نتدخل دلوقتي خالص، لان احنا ندخلنا دلوقتي فهيكشف امرنا. وبنرجع لاصحابنا تاني بالفعل اللي بيكونوا قضوا على جميع الوحوش اللي في المكان ما عدا الزعيم بتاعهم، واللي بيكونوا كلهم خايفين يقربوا له لان هو بيزداد نفخه بيبدا اكبر من الاول بكتير جدا، وهو بالفعل شكله كده ان هو ينفجر فيهم. والشخص ده صديقي بيكلمه بيقولوا ماذا بحق الجحيم احنا هنعمل دلوقتي في الموضوع ده؟ بالفعل احنا مش هنعرف نوقف القنبله دي كلها. ويوم بيبدا يكلمه بيقولوا لا احنا مش هنعمل اي حاجه خالص، احنا نوديهم لقسم الابطال وهم يتصرفوا بيه وهم يعتنوا بيه بالفعل وهيعرفوا يوقفوا القنبله دي كلها. واحنا دلوقتي بالفعل لو احنا كلنا هجمنا عليه فاحنا برضه مش هنعرف نوقفه، وهي هتنفجر فينا وهتموتنا كلنا، فعشان كده احنا نودي لقنبله الابطال وهم يتصرفوا فيه. وبنشوف يا صديقي كمان ان هم جابوا معاهم الاسعاف، وبيبداوا يسحبنا من المكان وبيكونوا موجهين ناحيه المستشفى عشان يتعالج. وبيكون في شويه من المعالجين دول وبيكون رايح لسوق، لكن سو بتقول له لا يا عم انت رايح فين؟ انا بالفعل مش سايبني بقى يضرر دلوقتي، وانا بالفعل دلوقتي بكامل قوتي، ولو عايزين انا اقتل كمان هيقتل. هو دلوقتي اللي عايز يتعالج هو خدوا دلوقتي في المستشفى قبل ما يقع منكم تاني. وبيبداوا بالفعل لما بعضهم بيمشي من ضمنهم هي رينا، هي والارنب بتاعها بيكونوا خارجين بكل فخامه، ورينا صديقي بتبدا تبص كده وبيكون باين على كده صديقي ان هي وراها حاجه كبيره جدا. لكن صديقي بيعدي على الموضوع ده اسبوع وبنتوجه الى نقابه الابطال، واللي بنتلاقي صاحبنا قاعد في المكان ده وبيكون بيلتقي رساله على التليفون بتاعه بيكون بيقرا. لكن صديقي بنسمع صوت جنبه بيقول له ايه يا عمي وانا ما شفتكش بالفعل، هو ايه اللي جراك معاك الاسبوع اللي فات ده؟ وبيكون صديقي اللي قال ده كله هو لوكا. بيبدا يتوجه ناحيه صاحبنا ويدي له الكلام اكتر ويقول له المنطقه الوحش اللي انت كنت بقاتل فيها الاسبوع اللي فات ده دلوقتي الاخبار كلها عليها، وبيقولوا ان بالفعل هي كفه وحوش قويه جدا، انت بالفعل هي عانت معاها كتير جدا، وانا بالفعل مستغرب جدا لانك طلعت عايش. وصاحبنا بيقول له عيب عليك يا عم، هو انا مش قوي ليه؟ وانا قلت لك 100 مره قبل كده انا مش عايزك تيجي لي وتقول لي على الاخبار دي تاني، انا بالفعل مش مهتم بالمنطقه دي تاني خالص، وانا بحمد ربنا ان انا خرجت من المنطقه دي عايش انا والجميع. ولوكا بيستغرب جدا من الموضوع ده وبيزعل صاحبنا بيقول له يا عم انت مش كنت مشارك في
المجموعه اللي كانت دخلت الزنزانه دي واللي وكنت على وشك الموت، فانت المفروض دلوقتي تطلع لقاء صحفي وتاخد فلوس اكتر وتشهر نفسك اكتر يا عبيد. لكن صاحبنا ما بيكونش مهتم بالموضوع ده خالص، وبيكون غرقان في تفكيره، بيقول في نفسه انا بالفعل من ساعه ما وظفت لوكا ده انا جاي لوجع الراس، وانا دلوقتي مش مرتاح خالص، وانا بالفعل زهقت منه جدا. وصاحبنا يبدا بالفعل يفكر في المنطقه دي وبيقول 8 ابطال ماتوا في المنطقه الوحوش اللي انا كنت فيها الاسبوع اللي فات ده، وانا ما عرفتش احميهم. ولو بالفعل محارب يوم ما كانش ظاهر في المكان هو المجموعه بتاعته، كنت انا دلوقتي قضيت عليا انا ومجموعتي انا ورينا وسو من كميه الوحوش اللي في المكان وكميه القطط المتحوله اللي في المكان ده، وهما بالفعل اقوياء جدا، وانا كنت مستغرب جدا من العدد الكبير اللي كان في المكان ده بالفعل من الوحوش دول. وكمان فوق كل ده ظهر وحش عملاق جدا المتحول بتاعهم، واللي جه وبوظ الموضوع خالص علينا، واستدعى عدد كبير جدا من القطط المتحوله الى المكان هنا، وهما بالفعل كانوا هيقضوا علينا مره والى الابد. وانا بالفعل لحد دلوقتي مش مصدق خالص اللي انا كنت فيه ده، ولحد دلوقتي لو اي حد شاف الموضوع ده برضه فهو هيستغرب جدا ومش هيصدق الموضوع ده، لان بالفعل الموضوع ده ما يتعقلش، لان كميه الوحوش اللي في المكان ده كانت مهوله. وكمان فوق كل ده الزعيم بتاعهم اللي كان هينفجر فينا وهيقتلنا اللي كان بدا يتضخم اكتر واكتر، وبالفعل اتقلب الى قنبله نوويه. وانا بالفعل لو 100 واحد زي فبرضه ما كانش هيتعامل مع الوحش ده كله. وكمان المحاربين بذات نفسه هو المجموعه بتاعته ما عرفوش يتعاملوا مع الوحش ده، وودوه لقسم الابطال هم يتعاملوا معاه براحتهم، هم بالفعل هيتعاملوا معاه وهيوقفوا القنبله دي كلها. ولوكا بيقاطع تفكير صاحبنا بيقول انا لحد دلوقتي ما شفت السوق، انت ما شفتهاش ولا ايه؟ وصاحبنا بيقول له هي عندها بعض المشاكل الخاصه والمشاوير برضه الخاصه بتاعتها، فعشان كده هي خدت اجازه. ولكن هم قاعدين بيجي لهم اتصال من التليفون اللي في المكان، صاحبنا ولوكا اتوجهوا ناحيه التليفون ده عشان يردوا ويشوفوا مين. ولوكا بيقول لصاحبنا انا اول مره بالفعل في حياتي من ساعه ما انضميت اليكم اشوف التليفون ده يرن، انا عمري ما شفت بالفعل يرن قبل كده. وصاحبنا بيقول له عشان هو الخط الساكن لمنطقه الابطال، فعشان كده انت مش هتلاقيه بيرن على طول، وكل النقابات اللي في العالم هتلاقي عندهم برضه نفس التليفون ده، وانا مستغرب جدا هو بيرن ليه. وبالفعل صديقي يبدا يروح ويبدا يرد على التليفون ده، وبالفعل بيقول له ايوه مين؟ انا يوم من نقابه المتعه، مين انت بقى ورنت هنا ليه؟ والشخص ده صديقي بيصدمه بيقول له مرحبا، انا رينا من نقابه ركاكه الثلج اللي كانت معاك النوبه دي كان في الزنزانه، انت عرفتني ولا ايه؟ او صاحبنا بيقول له لا انا سارين، انا بالفعل عمري ما انساكي، وانا بالفعل كنت مشتاق ليكي جدا، وانا كنت عايز اتصل بيك. ولوكا اول ما بيسمع صاحبنا بيقول كده بيكون مستغرب جدا، هو بيقول له كده بيكون مستغرب جدا صديقي من اللي صاحبنا بيقوله ده، ويبدا يلبس النضاره دي بعد ما سمع صوت رينا، وبيقول له يا عم في ايه؟ مين اللي رن عليك؟ باين عليه كده ان هي انثى وصوتها حلوه جدا وانا عجبت بيها من صوتها بس. وبنرجع لرينا تاني اللي بيتكلم صاحبنا بتقول له عشان ايوه عشان انا اتصلت عليك من الخط الساخن، وانا ما كنتش مع رقمك فعشان كده اتصلت عليه، وهو ده التواصل الوحيد اللي ما بيننا فعشان كده انا اتصلت عليه. وصاحبنا بيقول له خلاص انا فهمت يا ستي ما فيش اي حاجه، وانا دلوقتي بالفعل هديك رقمي. وهي بتبدا تكمل كلامها وبتقول له طمني عليك يا عم، الجرح بتاعك عمل ايه؟ وهو دلوقتي خف ولا لسه؟ طمني عليك انا بالفعل قلقان عليك جدا. وصاحبنا بيقول لها لا يا ست طمني، ده عدى اسبوع كامل فعشان كده كل الجروح اللي كانت في جسمي هي دلوقتي اتشافت، وانا دلوقتي باحسن حال واستعدت قوتي تاني. وهي بتفرح جدا وبتقول له ماشي يا عم اشوفك بخير دايما. وصاحبنا بيقول لها ماشي يا ست طمنت عليا، كيف حالك انت بقى؟ طمنيني عليك. وهي بتقول له انا بالفعل بخير جدا، انا اليوم من ساعه ما كلمتك وانا مشتاق ليك جدا. وصاحبنا بيستغرب جدا من الموضوع ده وبيقول في باله من المستحيل ان اي حد يتصل على الخط الساخن عشان يعرف حاله، بس انا بالفعل مستغرب جدا من الموضوع. ورينا بتقطع تفكيره وبتقول له انت بالفعل دلوقتي ايوه عمال تتساءل في دماغك، انا برن عليك بس من الخط الساخن عشان اعرف حالك، بس ده بالفعل الامر ده سخيف جدا، بس انا برضه ليا موضوع تاني وانا عايز اقابلك عشان ما ينفعش اقول لك على التليفون، وعايز اقابلك النهارده. وصاحبنا بيستغرب جدا من الموضوع. ولوكا بيكون واقف صديقي وبيكون هيتجنن حرفيا وبيصرخ وبيقول له يا عم انت هتروح تقابل بنات من ورايا، انت بالفعل بقيت تعجب البنات وبقيت مثير للاهتمام جدا، وانا من دلوقتي مش هسيبك تروح في اي مكان لوحدك. لكن اصدقائي ما بنعرفش اللي بيحصل معاهم تاني، لان بنتوجه للمبنى ده واللي بيكون مبنى سوق اللي بيكون قاعد صديقي وبيكون بتنظف السلاح بتاعه، بيكون بيتكلم بقى على التليفون وبتقول له ايوه يا ابي ما الامر، وهو بيقول لها انا سمعت عن الزنزانه الاخيره اللي انت كنت بتحاربي فيها، انت بالفعل بخير ولا لا؟ وانا سمعت كمان ان هي كانت فيها وحوش خطيره جدا وعملاقه وكتيره جدا، بالفعل انت بالفعل بخير ولا ايه؟ وبتقول له لا يا ابي ما تخافش انا بالفعل بخير وما مسنيش اي ضرر. وابوها بيبدا يكمل كلامه معاه وبيقول لها على اي حال خلي بالك من منطقه الوحوش من الفئه الرابعه عشان المسؤولين بيحط فيها وحوش كتيره جدا وقويه جدا برضه، فعشان كده انت ممكن تخشيها وتموتي جوه. وهي بتغضب منه جدا نزيكا وبتقول له مسؤولين بس اللي يحط فيها وحوش، ده بالفعل يا ابني انت قلت ايه على الموضوع ده كذا مره وانا زهقت بالفعل منه. وهو بيرد عليها وبيقول لها يا بنت انا بقول لك بس كده عشان تاخدي بالك، وعلى اي حال لو شفت اي غازة سامه ولا اي حاجه في المكان خطيره فانت تسيبك منها وتسيب اصحابك وتهرب من المكان على طول وتخرج من الزنزانه. وهي بتتضايق منه جدا صديقه وبتزعله وبتقول له خلاص يا ابي خلاص ده يكفي، انا بالفعل زهقت منك جدا. وهو بيقول لها ماشي
خلاص انا بالفعل اقفل الموضوع ده، بس انا سمعت ان انت اتعرفت على شخص وانضم معاكي وان هو قوي جدا بالفعل وراجل موثوق، وبتكون مستغربه جدا يا صديقي وبتقول له انت عرفت يابا كمان الاشخاص اللي معايا في النقابه انا بالفعل مستغربه منك جدا. وهي برضه في نفس الوقت برضه يا صديقي بتكون معجبه بصاحبنا جدا وبتقول له انت بالفعل يابا لو شفت ورقته وحركته فانت بالفعل دلوقتي كنت جيت وصاحبته وانضمت لنا كمان. وبنشوف يا صديقي على حقيقته بيكون عينه زرقاء وشكله جميل جدا وبيقول لها خلاص يا بنت انا فهمت وانا بالفعل انت وحشتني جدا وانا عايز اشوفك يوم. وبنتعرف على الشخص يا صديقي بيكون رئيس البحث معهد كيوتو لابحاث الوحوش ويكون اسمه كيم، وبيبدا يمسك صورته وبيقول لها انت بالفعل بطل يا بنتي، عرفت ان يودا ورث العنصر بتاع والدتك وتعاقد معاها كمان. انا بالفعل نفسي اعرف معلومات كتيره جدا عنه، لكن اصدقائه هو قاعد فجاه بنتي بتخش عليه وبتفتح عليه الباب وبتقول له يا سيد كيم احنا بحاجه لك وعايز انك تراجع العناصر اللي معانا دي وعايز انك تيجي دلوقتي ضروري. هو بيقول لها طيب انا جاي دلوقتي هو بالفعل وروحي بس انت دلوقتي وقفي الباب وانا جاي وراك اهو. هي بتقول له ماشي طبعا انا ماشي اهو باجي لك تاني. هو بيبدا يواجه كلامه لسو بيقول لها يا سو يا بنت انا دلوقتي هقفل عشان محتاجيني في المعمل، انا دلوقتي بالفعل هقفل. وهي بتقول له مهلا يا ابي بس دي انا عايز اقول لك على حاجه، انت امتى هتزور كوريا؟ انا بالفعل انت بالفعل وحشتني جدا. هو بيقول لها انا بالفعل هاجي اشوف في تاريخ ميلاد والدتك، انا بالفعل هتلاقينا عندك وهنتكلم للصبح وانت بالفعل وحشتني جدا. وهي بتقول له ماشي يا ابي خلاص احنا بالفعل اتفقنا يلا دلوقتي روح وشوف شغلك. وبالفعل بتبدا تقفل وبتقول انا بالفعل دلوقتي عايز اقوم عشان اوضب شقتي دي لان هي متبهدله خالص وبدأت قصدي تتمتع كده وبتعمل حاجات غريبه جدا. وبنشوف شخص بيرن على سوسو بتستغرب جدا وبتقول لها بتتصل بيا دلوقتي ليه؟ انا بالفعل مستغربه جدا لكن ما بنعرفش اللي بيحصل معانا تاني يا صديقي لان بنتوجه المكان ده واللي بيكون صاحبنا واقف ومطقم وبيكون لابس الحته على الحبل وبيكون شكله فخم وجميل جدا بالفعل يا صديقي، لكن ما بنعرفش اللي بيحصل تاني يا صديقي لان حلقه النهارده بتخلص. ولو عجبتك الحلقه يا صديقي فانزل اعمل لايك واشتراك وبس كده يا صديقي، يلا سلام على السلام سلام سلام.